بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل معاكم الحواوشي الاسكندراني بطريقه سهله وجميله جدا. زي ما انتم شايفين العيش معانا مفتوح وطريقته سهله ولونه جميل جدا. طبعا بينفع الاكلات اللي بالنسبه للحر اليومين دول ولادنا بيحبوه، خفيف عليهم. وفي المصايف طبعا حاجه سهله كده ناخدها على البحر معانا، نتغدى هناك كده ونبسط ولادنا. فنشوف مع بعض بقى طريقة الحواوشي الجميل. معايا حوالي كيلو الا ربع من الدقيق، هضيف عليهم كيس من الخميرة ما يعادل معلقة كبيرة. طبعا انا ما عملتش اختبار لان انا واثقة من الخميرة اللي انا عاملاها، اللي انا شارياها يعني. وطبعا انا ضفت عليهم معلقة من السكر صغيرة، وربع معلقة من الملح، وربع معلقة من البيكنج باودر. هقلب معاكم وهضيف حوالي ربع كوباية من الزيت. واحنا اي عيش بنعمله ما بنضيفش عليه مادة دهنية ولا ألبان كتير، عشان طبعا هو عيش في الاخر يعني. فشوف مع بعض كده طريقة العجن. طبعا هننزل تدريجيا بقى بربع كوباية وربع من المية، وهنقلب بقى كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. نعجن وهندي طبعا العجين حقه جدا، ننزله على الرخامة ونعجنه كويس جدا. احنا اي معجنات فطاير او عيش طبعا لازم نعجنها كويس، يبقى ليها عرق معانا عشان تبقى سهلة معانا في الفرد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. طبعا انا هسيبها بقى تخمر معاكم حوالي مثلا ساعة كده ولا حاجة، وهنرجع نشوف هنعمل ايه بعد كده. معايا حوالي نص كيلو من اللحمة المفرومة، عليه حوالي 150 جرام من الدهن، ومعايا ربع بصل على على ربع فلفل اخضر، يعني حوالي نص كيلو فلفل اخضر على بصل. وطبعا ضفت فلفل اسمر وتوابل حواوشي وملح. وطبعا هخلط بقى كويس مع بعض كده، يتجانسوا كويس قوي مع بعض، وهقرصهم كور كده على قد الحشو. تمام. طبعا بقى العجين خمر معايا، هقرصه كده كور، الكورة قد البرتقال، قد البرتقال، علشان انا هعمل الكورة على قد رغيف، مش هعمل طبقة فوق وطبقة تحت زي ما بيعملوا كده. طريقته سهلة جدا جدا يعني بالنسبة للحواوشي الاسكندراني، ولا نقعد بقى بلا غلبة ولا كده. هنشوف مع بعض دلوقتي. وكده انا هقرص معاكم بقية الكمية، وهسيبها طبعا ترتاح لمدة 10 دقايق، وهرجع بقى نشوف الحشوة بتاعتنا هنعمل ايه. طبعا انا هبططها كده حاجة بسيطة قوي، هفردها فردة بسيطة كده، وهبتدي انزل بالحشوة اللي انا مجهزاها بتاعة اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفينها كده، والم العجينة على بعض كله في نقطة واحدة على قد كده. بقى الحشوة على قد الرغيف تمام اهو، لا عملنا طبقة فوق ولا طبقة تحت. طريقته سهلة جدا. وطبعا انا بعد ما اعمل الكمية هسيبه يرتاح برضو شوية، وبعدين هفرده. نشوف مع بعض برضو بقية الكمية كده زي ما انتوا شايفين. هنفرد برضو فردة بسيطة كده، وهنلم طبعا على اللحمة كده بطريقة سهلة جدا، كلها في نقطة واحدة كده، ونلف كده بالرغيف عشان ما يفتحش معانا، نلمه على بعضه كويس. وزي ما انتوا شايفين زي ما هو كده كورة، انا سبته في الصاج يرتاح لمدة 10 دقايق، وهعمل باقي الكمية كده معاكم. طريقته سهلة جدا، تحفة ما شاء الله. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. طبعا كل ولادنا بيحبوا الحواوشي وبيحبوا يشتروه من بره، واحنا مش ضامنين اللحمة بتاع بره دي يعني معمولة ازاي. فطبعا نعمل كل حاجة في البيت لولادنا زي ما انتوا شايفين كده.
وطريقته سهلة. شوية دقيق ونص كيلو من اللحمة. هنعمل حوالي 10 رغيف، يعني نص كيلو اللحمة ده عامل معايا حوالي 10 رغيفة. طبعا كمية البصل والفلفل اللي انا ضايفاها والدهن ضعفت كمية اللحمة. النص كيلو بقى حوالي كيلو. وطبعا ايه زي ما انتوا شايفين كده، انا بعد ما ارتاح معايا لمدة 10 دقايق تاني، وابتديت افرده في الصاج او الصينية زي ما انتوا شايفين. والرغيف يكون على قد الرغيف مثلا اللي احنا بنشتريه كده، قد الرغيف البلدي يعني اللي احنا بنشتريه من بره، عشان يبقى متناسق كده وحلو يعني. تمام. ونفرد كويس بحيث ان اللحمة اللي جوه تتفرد على قد الرغيف، نتك قوي على الرغيف يعني زي ما انتوا شايفين كده. وبرضه هنسيبه يرتاح شوية، وبعدين بقى نبتدي نخبزه يعني في الفرن وكده. وطبعا انا بخرمه بالشوكة كده زي ما انتوا شايفين عشان ما ينتفخش معايا. تمام. وهجيب معلقة من المية، على معلقة من السكر، على معلقة من نسكافيه سريع الذوبان، وهدهن على الوش كده زي ما انتوا شايفين عشان يحمر معايا. تمام. وهبتدي بقى نضيف بقى عليه مثلا لو عندنا سمسم، حبة البركة. طبعا انا ضفت حبة البركة، انا مقفورة شوية فيها يعني، بس انا بحبها. ممكن تضيفوا سمسم عادي. وكده الحواوشي بعد ما خبزناه في نار 100 درجة حرارة 180 على الرف الأوسط. شوفوا دي خرج معانا جميل جدا ما شاء الله. ورمى النص كيلو لحمة على الكيلو الا ربع دقيق. رمى معايا كمية هايلة من الحواوشي يعني. ومفتوح زي ما انتوا شايفين كده وجميل جدا. يلا بقى نعمل مطعم لولادنا ونجيب لهم كل حاجة في البيت. متنسوش اللايك بقى والشير والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.